السلام عليكم. وصفة اليوم أكيد عرفتوها، هي الكخيب. وماشي أي كخيب، هذا كخيب غير بالماء، يعني اقتصادي، ما تحتاجوا لا حليب لا والو، وتهضروا به جميع الحشوات اللي غتفضلوها ان شاء الله في شهر رمضان ولا من غير رمضان. وهاد الوصفه راها اقتصاديه كما قلت لكم، وكتوجد بسرعه غير في الخلاط الكهربائي. كنوجدوا كل شيء. خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير، عندي هنا واحد 2 ديال البيضات، وعندي هنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، هذا غير باش يجينا محمر الكخيب ديالنا. انا غنديرو مالح، وعندي هنا الملح، وعندي معلقه كبيره ديال زيت المائده او زيت النباتيه. بالنسبه للدقيق، نفس الكاس غتعبروا به. عندي هنا 2 ديال الكؤوس، ما يعادل 200 غرام ديال الدقيق الابيض. كما كتشوفوا راه ماشي كاس عامر، كاس هكاك مقاد يكون مغربل. وغادي نجمعوا هاد المقادير كلها غير بالماء عادي ديال الروبيني. الا كان الماء على حسب الجو بارد، يكون عندكم الماء بارد بزاف، تقدروا تزيدوا فيه واحد شويه ديال الماء طيب، غير باش تحيد منه داك البروده بزاف. هنا غنجيب معكم واحد الخلاط. هو فاش غنخلط الخلاط الكهربائي. كما قلت لكم هاد الوصفه ديال الكريب راه ما كاينش ما سهل منها، وكتوجد لينا بسرعه، يعني ما تاخذش لنا وقت بزاف. هنا كنضيفوا جميع المكونات، البيض، الزيت، كلشي المكونات، السوائل والماء. غادي نعبر معكم هنا الماء بنفس الكاس باش عبر الدقيق. كل كاس ديال الدقيق كيهز لينا كاس وربع ديال الماء. ضفت الكاس الاول والكاس الثاني، وغادي نضيف نص كاس. كما قلت لكم كاس واحد كديروا كاس وربع ديال الماء. هنا عندي 2 كيسان، يعني غندير 2 كيسان ونصف ديال الماء. هاد العبار راه مضبوط، غير تبعوا. الا بغيتو تضاعفوا الكميه، كما قلت لكم ضاعفوا الكميه. بغيتو تنقصوا ديروا غير كاس، غديروا كاس وربع ديال الماء. وهنا درت جميع المكونات كما قلت لكم، وراه كيجي رائع هذا الكخيب. زعما انا كنديرو دائما صراحه، كيجيني انا خفيف هذا ديال الماء. انا غير خلط داك الدقيق، عاد غادي نسد عليه وغادي نخليه يتطحن مده ديال تقريبا واحد دقيقه كامله. تخليو هذا الخليط باش ما يبقاوش مشكلنا داك الكويرات، خليوه يطحن مزيان مزيان. من بعد غنشد هنا واحد البول، غنخوي فيه هذا الخليط ديالنا. هذا هو القوام ديالو كيفاش كيجي. وغنخليه يرتاح على ما نصايب الحشوه اللي غنخدم بها. خليه يرتاح، على خاطر كل ما ارتاح كيجي معنا رائع هذا الكخيب. ندوزو معكم دابا للحشوه. انا هذا الفيديو حاولت نعطيكم شي افكار هكا. بالنسبه للحشوه، انا عندي هنا شويه ديال الدجاج هكا مقطع، عندي بصله مشلضه، عندي فلفله هنايا مقطع رقيق، وعندي خيزو حكيتو. من الاحسن ندخلو في الخلطات هكايا شويه الخضر باش نستافدوا منهم. الوصفات ديال هكا اللي كيكونوا الحشوات معمرين، من الاحسن ديما ندخلوا فيها الخضر، كتجي صراحه بنينه. هذه الوصفه ديما تنديرها. انا كان عندي هاد الدجاج مقطع على حساب كنت بغيت ندير به شاورما، واللي درت به عمرت به الكخيب مقطع هكا رقيق. غندير شويه الزيت والمليحه وغنشحرو هو الدجاج بوحدو حتى يتشحر ليا مزيان ويتقلى. كل ما شحرنا الدجاج هو الاول كيجي صراحه بنين. ضفت هنا الثومه وخليته يتشحر كما كتلاحظوا معايا، كياخذ داك اللون ابيض. من بعد غادي نضيف عليه البصله على نار متوسطه، ما نجهدوش البوطه بزاف. غنضيف هنا البصله حتى تدبل ليا مع داك الدجاج. كما كتعرفوا البصله ضروري خصها تشحر باش كتدبل، ما كتجيناش ملي كنبداو ناكلو ما كنلاحظوش الفرق ديال البصله مع الخضر. غنشحرها شويه، ومن بعد غنضيف داك الجزر مع الفلفله. كانت عندي هنا غير فلفله، هاد الفلفله هكا الصفراء. تقدروا ديروا الفلفله اللي عندكم، فلفله الوان صراحه كتجي زوينه، فلفله حمراء خضراء. انا ما كانوش عندي، كانت عندي غير هاد الصفراء هي اللي استعملت. صافي غنخلط الخليط ينسجم مزيان. بالنسبه للتوابل، انا درت هنا درت شويه ديال التحميره، خرقوم، الابزار، وشويه ديال سكينجبير، معلقه صغيره من كل حاجه، وقزبر معدنوس. غنضيف غير النص. انا ديما كنخلي النص حتى الاخير في الحشوات ديالي، جاز عليا يبقى داك المذاق ديال الربيع هكا في الحشوات كيجي بنين. صافي غنحرك كلشي ونخليه يتشحر. في هذا الاثناء انا غنجهد شويه البوطه باش تطلق ليا داك الخضر الماء اللي فيها. كل ما جهدنا البوطه ضفت هنا شويه ديال الزيت، زيت الزيتون، حيت في الاول درت غير زيت المائده باش حر داك الدجاج باش ما يتحرقش. وهنا السر انك نضيف واحد شويه قريصه
ديال القرفه كتعطينا واحد النكهه واعره لهاد، حيت كاين عندنا الجزر هنا كتعطي واحد النكهه واعره في هاد الحشوه. وطفيت البوطه وضفت داك القزبور ومعدنوس وخليتها نشفات كما كتلاحظوا معايا مزيان مزيان. نهائيا ما تبقاش فيها الماء، حيت باش ما تخرجش لينا داك الحشوه من الجناب. خليوها تنشف مزيان. طفيت البوطه كما قلت لكم، راه درت هنا الفرماج حتى بردات لي الحشوه. كيبقى اختياري الفرماج، اللي ما كيبغيش المذاق ديال الفرماج ما يديروش، غير الحشوه بوحدها راه كتجي بنينه. صافي وغادي نخلي الحشوه ديالي تبرد، وغنضيف ندوزو دابا باش نطيبوا الكريب ديالنا. ها هو الكريب بعد ما ارتاح، شفتوا راه كيشكل لنا واحد الرغوه من الفوق. ارتاح مزيان الصراحه، بين ما صايب الحشوه راه خدا الوقت الكافي ديالو. واخا يجيكم هكايا القوام ديالو خفيف راه كيجي زوين، حيت القوام ديال الكريب ماشي هو ديال البغرير وماشي هو ديال الكيك، كيكون مختلف عليهم. صافي هنا خديت واحد المقله درتها تسخن، سخنات ليا مزيان. عاد درت كندير هكا شي مغرفه ولا عندكم هكا شي حاجه باش كتهزو، كنعبر بها. صافي ودرت هنا مغرفه، خليته هنا تيبان لكم من الجناب، هو الاول كيبدا يتشكل معنا من الجناب، عاد كيطيب من الوسط، كيشكل فقاعات. هذا دليل انه ناجح 100%. ارتاح. الا ما عندكمش، الا كنتو غادي ديروا فيه شي حشوه سهله، خليوه بعدا يرتاح على الاقل واحد ربع ساعه، عاد خدموه عاد طيبوه باش يجيكم زوين وصافي. اما هو راه تقدروا تستعملوه ديك الساعه، غير هو كل ما ارتاح كينجح. صافي هنا ملي كيطيبوا الجناب يا ديريكتومون كنقلبوها، كيكون طاب لينا من التحت كما كتشوفوا. هنايا راه العافيه ماشي مجهده بزاف، متوسطه باش ما يتحرقش. انا درت داك الراس الصغير، ما درتش دوك الكبار حيت كيكونوا مجهدين. الصراحه ما عبرتش القطر ديال هاد المقله. مقله ماشي صغيره وماشي كبيره بزاف، متوسطه. كنعاود نقلبو، نتاكد بانه يتاخذ ليا واحد اللون ذهبي ويتحمر شي شويه. صافي وغادي نحيدها بعد ما طابت، وندير معكم واحده اخرى باش تشوفوا ثانيه هكا باش تاخذوا فكره. وصافي المهم الطياب انا ما تنبغيش يكون طيب بزاف، المهم حيت باقي غنحمرو مازال. ملي غندير فيه الحشوه غادي نحمرو في المقله عاود. درت معكم واحده اخرى، راه كتشوفوا كيتشكل لنا داك الفقاعات دغيا كينشفوا. وهذا هو القوام ديالو. هنا كنديروه في منديل، كل ما صوبنا وحده كنديروها في منديل وكنغطيوها باش دوك الجناب اللي كيبانوا لكم في الطياب راهم قصاحوا راه كيرجعوا رطبين. واخا يبان لكم قصاح في المقله راه غير كتحطوه تغطيوه بمنديل، صافي كيرجع عليه داك الصهر كيجي رطب. ها هو القوام ديالو راه كيبان لكم في الشاشه. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، سهله وما كتاخذش الوقت بزاف وناجحه. بالنسبه للعماره انا خديت هنايا داك الفرماج مربع، انا غير درتو شي وحدين ماشي كلهم. صافي راه درنا الفرماج في الحشوه، غتعمرو مباشره بحال هكا الحشوه في الوسط. وبالنسبه للتنيو راه كل واحد كيفاش كيدير لي، انا هكا تنيتو على شكل مربع كما كتلاحظوا. كنتمنى يكون الفيديو ديالي واضح ساهل الصراحه. بغيتو ديروا حتى السيجار راه حتى هو كيجي زوين، انا درتو هنا مربع ما درتوش السيجار. درت الفرماج لتحت باش منين نقلبها يبقى داك الفرماج من الفوق، منين نسخنو يذوب معايا من الفوق يكون الشكل ديالو زوين. وغنستمر هكا حتى نكمل كلشي. ها هما الكريب ديالي بعد ما كملتهم. دابا غناخذ واحد المقيله غنسخنها وغندهنها بشويه ديال الزبده. صافي وغادي نحمر هذوك لي كريب، غادي نحطهم هكايا في المقله حتى ياخذوا لينا واحد اللون ذهبي، يتحمروا مزيان. الصراحه الطريقه كتعجبني في الكريب، كيزيدوا يطيبوا مزيان حيت هما صافي هذا هو الشكل ديالهم ملي كيطيبوا. ملي كنديروا لهم هكا بطريقه كيتحمروا مزيان. انا كيعجبوني محمرين نيت، يعني كيكونوا مقرملين. كل واحد كيفاش كيبغيهم، نتوما حمروهم بالطريقه اللي بغيتو ونستمروا حتى نكملوا كلشي. ها هما الكريب ديالي بعد ما طابوا، زوقهم شويه ديال الفرماج من الفوق وشويه ديال
شويه ديال المعدنوس. كنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، راه جاو رائعين الصراحه، والحشوه حتى هي ساهله، متوفر في اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تستعملوها في حشوه. نتمنى ان شاء الله ما نطولش عليكم هذا الفيديو، واختصرته زعما حاولت نختصره باش ما يجيكمش طويل. انا غنحل معكم هنا وحده، صراحه راه جا غزال. كنتمنى ان شاء الله تخليو لي التعليق ديالكم الا جربتوا هذا الخيط ونجح معكم. راه ساهل بدون حليب، غير بالماء. تقدروا ديروا بيضه ولا جوج بيضات على حسب المكونات، واش بغيتوه كتير ولا قليل، يعني في المتناول، كل شيء في المتناول. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. الا عجبكم هذا الفيديو ديالي ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الايجابيه والسلبيه مرحبا بها. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.